أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانياً، أريد أن ألقي أمام حضراتكم السامية بعض الكلمات حول موضوع جهود العلماء الديوبند في سبيل التربية والتعليم. إن التعليم والتربية من أعظم القيم التي أمرنا بها ديننا الحنيف، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم طريقاً للهدى والنجاة، وأمرنا بتعليمه وتعلمه، فقال في كتابه العزيز: وقل رب زدني علما. ولقد كان للعلماء الذين كانوا في مدرسة ديوبند المباركة دور عظيم في نشر العلم الصحيح وتربية الأجيال على منهج السلف الصالح، فكانوا شموساً منيرة في سماء الأمة، فحملوا لواء العلم والدعوة وواجهوا التحديات الفكرية التي كانت تعصف بالأمة الإسلامية في تلك الحقبة. يا معشر المسلمين ويا أحرار العالم، المدرسة الديوبندية منبع للعلم والهداية، فقد تأسست على يد مجموعة من العلماء الربانيين الذين أدركوا أهمية التعليم في بناء الأمة، وكان من أبرز مؤسسها العلماء الأجلاء أمثال الشيخ محمود حسن الديوبندي والشيخ رشيد أحمد قنقوهي وغيرهم من علماء الأفذاذ الذين جمعوا بين العلم والعمل وبين الفكر والتربية وبين الدعوة والتوجيه. لقد كان هدف هؤلاء العلماء في المقام الأول هو الحفاظ على نقاء العقيدة الإسلامية بعيداً عن الشوائب التي قد تطرأ عليها نتيجة البدع والخرافات، والتمسك وتوجيه الأجيال نحو تمسكهم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يا إخوتي في الله، لقد كان لعلماء ديوبند اهتمام بالغ بتربية الأخلاق الفاضلة التي جاء بها الإسلام، فقد كانوا يحرصون على أن يكون الطالب مثالاً للتواضع والصدق والورع، وكانوا يعتبرون أن العلم الحقيقي لا يمكن فقط في حفظ المعلومات، بل في تطبيق هذه المعلومات في الحياة اليومية. وكانوا يربون طلابهم على تقوى الله وخشيته في السر والعلن، مما جعلهم قدوة في مجتمعاتهم. بالإضافة إلى التعليم، كانت مدرسة ديوبند منارة لدعوة الناس إلى الإسلام الصحيح، فقد شارك علماء ديوبند في نشر العلم في مختلف المناطق من خلال المحاضرات والندوات والمطبوعات التي تناولت مختلف القضايا الدينية والاجتماعية. لقد كان علماء ديوبند حريصين على تربية الطلاب روحياً، فقد كانوا يشددون على أهمية تهذيب النفس وتزكيتها، والابتعاد عن الدنيا الفانية، والتمسك بالقيم الدينية التي تضمن حياة طيبة في الدنيا وفوزا في الآخرة. وأخيرا، أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق أبناء الأمة الإسلامية للسير على نهجهم في العلم والعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.